موش بتسلل يلحق على هذه الكرة، في حاجة لمساندة راموس. نزعة هجومية كبيرة عند راموس، خفة وبراعة كبيرة جدا، واحد من أفضل المدافعين في العالم في مكانه. توني كروس، بنزيما، رونالدو، رومي خميس، رونالدو، جول لكريستيانو رونالدو، الثاني للريال، الثاني والثلاثين لكريستيانو رونالدو. ضغط رهيب على عناصر نادي غرناطة عندما يغضب الريال وعندما يضغط الريال وعندما يسيطر الريال. لا يمكن سوى ان يسجل، الاول عن طريق جاريث بيل والثاني عن طريق كريستيانو رونالدو. جاءته كرة على طبق ايدي عاد مرة ثانية، ليس هناك وضعية تسلل من كريم، هيأ الكرة ثم رجعت لخماس، خماس لرونالدو، رونالدو بيمناه في الزاوية اليسرى لأوير. الريال هدفان، غرناطة 0 بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول من هذه المباراة. يا ويل من يغضب عليه فريق ريال مدريد، يا ويل من يلتقي مع ريال مدريد بعد تعثره بعد الخسارة. كرة ممتازة من خامس رودريغيز بذكاء كبير جدا، حط عليه كريستيانو الذي يسجل هدفه رقم 200. يتفوق يوسف العربي ولكن بسرعة توني كروس يسترجعها، راحت لخامس رودريغيز، يلعب عليه كريستيانو رونالدو، رونالدو مع مارسيلو، رونالدو لمارسيلو، رونالدو، جول الثالث للريال، الثاني لرونالدو، والثالث والثلاثين لرونالدو، 210 لكريستيانو رونالدو. عدد الاهداف في الليغا منذ مجيئه من مانشستر يونايتد 3-0. صارت النتيجة الضريبة غالية، دفع ثمنا غاليا فريق غرناطة امام فريق ريال مدريد. قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، رونالدو لمارسيلو، مارسيلو تضرب في الحارس اوير، ترجع لرونالدو، خلاها له بنزيما، الثالث للريال. 3-0 لريال مدريد امام غرناطة. الهدف الثالث والثلاثين لكريستيانو، الهدف 210 لرونالدو مع في بطولة لا ليغا مع ريال مدريد. قوة كبيرة عند كريستيانو رونالدو عندما يأتي من بعيد ويندفع هكذا بهذا الشكل، يسجل الثالث لريال مدريد. صارت النتيجة 3 أهداف مقابل 0 للريال أمام غرناطة الذي يلعب اليوم مباراته رقم 742 مع فريق ريال مدريد في 16 موسما، عمره 33 سنة. طبعا ريال مدريد يبحث عن خليفة لكاركاسياس، أغلب الظن أنه يكون تيبو كورتوا. رونالدو مرة ثانية، رونالدو، جول، تسديدة صاروخية من كريستيانو رونالدو كادت تكسر أصابع أوير، ويسجل الرابع والثالث له في هذه المباراة. 34 هدف لرونالدو، 211 هدف في المجموع. كريستيانو رونالدو وكأنه غضب، كريستيانو رونالدو وكأنه يريد أن يقول للجميع بأن الريال لم يضيع اللقب، الريال لم يتأثر بالخسارة أمام البارسا، إلا التنافس على اللقب ما زال. تسديدة قوية جدا من كريستيانو كادت تكسر أصابع الحارس أوير الذي لم يتمكن من صدها لأنه صاروخ، والصاروخ لا يصد ولا يرد. كريستيانو الرابع لكريستيانو والسادس للريال. 6-0 صارت النتيجة. جاريث بيل حطها على طبق لكريستيانو رونالدو. الهدف السادس لريال مدريد، الهدف الرابع لكريستيانو رونالدو في هذه المباراة، الهدف الخامس والثلاثين، الهدف 212 بالنسبة لكريستيانو رونالدو. رباعية لرونالدو مرة أخرى. شوف اللعبة كم كانت رائعة. جاريث بيل في تقدير الحكم لم يكن في وضع التسلل، حتى على طبق لكريستيانو في القائمة الثانية بالراس. يسجل الهدف الرابع في هذه المباراة ويسجل الهدف السادس لريال مدريد. راح نعيش مهرجان من الأهداف مشاهدينا الأفاضل في العداد عند الثمانية، 4 أهداف في الشوط الأول و4 في الشوط الثاني. رباعية من كريستيانو رونالدو. لوكا مودريتش، هل يسمح رونالدو في تسجيل أول خماسية له مع الريال؟ أول خماسية لكريستيانو رونالدو مع الريال، فعلها 9-1 لريال مدريد. أثقل نتيجة للفريق الملكي هذا الموسم في الدوري، وأنشيلوتي واقف جالس لم يتحرك ولم يحرك ساكنا. رونالدو
ترتيب هدافي لا ليغا لهذا الموسم. باليمنى يسجل، باليسرى يسجل، بالراس يسجل. رونالدو احسن لاعب في العالم، ظاهره كرويه سيبقى يذكرها التاريخ دون شك. ارتقى في القائمه الثانيه، حطها في الزاويه اليمنى. 5 أهداف سجلها كريستيانو اليوم، 9 لفريق ريال مدريد، نعم 8 للريال، وهدف من نيران صديقة من ديغو ماينز.